ثمة أمر مهم آخر، وهو أن الوقائع الاجتماعية ذات طابع مصنوع ومنشأ، والضلال الذي طالما يقع فيه الأناس هو إناطتهم المؤسسات والبنى الاجتماعية بخاصية تبديها وكأنها واقع طبيعي. بالتالي تقدم النظم المشروعة المتحكمة بالمنظومات الاجتماعية نفسها على أنها المقدس والثابت دوما، وتعظ بمنهجية مدروسة بأنها صاحبة المؤسسات والكيانات الإلهية، وأنها تم تكليفها وتعيينها لهذه الغاية. وفي الحداثة الرأسمالية تعمل هذه النظم على حقن العقول في المجتمع بأن الكلمة الفصل قد قيلت، وأنه لا بديل للمؤسسات الليبرالية، وأنه قد حلت نهاية التاريخ، كما تتطرق باستمرار إلى الدساتير والنظم السياسية الثابتة العصية على التغيير أو التعديل. مع أنه وبنظرة خاطفة لمسيرة التاريخ سنجد أن عمر هذه البنى الثابتة والعصية على التغيير لم يكمل 100 عام في أي زمن. المهم هنا هو اللجوء إلى المقولات الأيديولوجية والسياسية التي تقيد فكر الإنسان وإرادته يومياً، فبؤر السلطة والاستغلال بحاجة ماسة إلى هذه الآداب الأيديولوجية والسياسية الرصينة، حيث أنه وبدون اللجوء إلى تلك الآداب سيكون من العسير عليها إدارة المجتمعات الراهنة. ولهذا الغرض طورت من الوسائل والأجهزة الإعلامية على نطاق واسع ومتنوع، إضافة إلى إلحاق المؤسسات العلمية والفكرية ببؤر السلطة والاستغلال بشكل ساحق، بقدر ما نعي أن الحقائق الاجتماعية حقائق منشأة تكرارا ومرارا، فسنحكم حينها على نحو أفضل وبمعيار أصلح بضرورة هدمها وإعادة بنائها، إذ ما من حقائق اجتماعية مستحيلة الهدم أو التغيير. ونخص بالذكر هدم وتخطي المؤسسات القمعية والاستغلالية كضرورة حتمية لأجل الحياة الحرة. ما نقصده بالحقيقة الاجتماعية هو جميع المؤسسات الأيديولوجية والمادية في المجتمع، ففي كافة الميادين الاجتماعية تتأسس الحقائق الاجتماعية على الدوام في الظروف الزمانية والمكانية المناسبة، وتهدم أو ترمم أو تبنى الجديدة منها، بدءا من اللغة إلى الدين، ومن الميثولوجيا إلى العلم، ومن الاقتصاد إلى السياسة، ومن القانون إلى الفن، ومن الأخلاق إلى الفلسفة. هاء من الأهمية هنا عدم النظر المجرد إلى العلاقة بين المجتمع والفرد، فالأفراد هم الناشئون عبر التاريخ بتقاليد وأعراف معينة، ولهم لغاتهم، ويشاركون في البنى والمؤسسات الموجودة في كافة الميادين الاجتماعية التي ذكرناها. إنهم لا يشاركون في المجتمع حسب هواهم، بل وفق ما تمليه عليهم أعرافه وتقاليده ومؤسساته المعدة بعناية قصوى منذ أمد سحيق، بالإضافة إلى أن مجتمعية الفرد تستلزم جهوداً تربوية وتعليمية عظمى، بمعنى ما فالفرد لا يصبح عضواً منتمياً للمجتمع إلا بعد أن يتمثل الثقافة التي تشكل ماضي المجتمع. إذن فالمجتمعية تتحقق بجهود حثيثة متواصلة، وكل عملية اجتماعية هي في نفس الوقت عملية مجتمعية. لذلك فالأفراد لا ينشؤون كما يشاءون، بل لا يمكنهم الخلاص من النشوء والترعرع وفق مشيئة مجتمعاتهم. لكن لا شك في نزوع الفرد للمقاومة وفي تطلعه الدائم إلى الحرية في المجتمعات الطبقية والهرمية خصيصا، كونها مجتمعات منفتحة على القمع والاستغلال. فالفرد لن يقبل طوعا بالمجتمعية المنشئة للعبودية والخنوع، كما أنه سيبدي مقاومة وصمودا أعظم حيال المجتمعات الدخيلة والمختلفة عنه والمستغلة له، كي لا يلتحم معها أو ينصهر في بوتقتها. مع ذلك فستستمر المساعي لإطراء التغيير عليها، بل وحتى للقضاء عليها تحت نير قمع تلك المجتمعات وإفنائها داخل مسننات مؤسساتها التعليمية. فالمجتمعات التي تطحن الفرد في مسنناتها التي تشبه الطاحونة تشكل عجينا على هواها من الطحين والخميرة التي بين يديها. ستبقى التناقضات بين المؤسسات وبين الإنسان الذي يقاومها قائمة على الدوام، وسيعمل الفرد على احتلال مكان له داخل المجتمع ضمن إطار التوازنات المرتكزة إلى الوفاق. فلا المجتمع لديه القدرة المطلقة على صهر الفرد، ولا الفرد لديه إمكانية الانقطاع الكلي عن المجتمع. باختصار، فالأنشطة المتعلقة بالأساليب المنهجية القويمة وبنسق الحقيقة التي تعمل أساساً بمقاربات أقرب إلى الصواب بشأن المجتمع وتتعمق على مثال الإنسان بنفس المنوال قد تفضي بنا إلى نتائج قيمة.